السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم راح نديرو حلاوة الطبقات اللي تجي خفيفة وبنينة وطريقة تناسب بزاف في عيد الأضحى، والطريقة أسهل ما يكون. قبل ما نبداو نصلوا على رسول الله ونسموا بالله بسم الله ونبداو بالمقادير، نمشي خطوة بخطوة. ديروا الجيم واشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا. هنا عندك 3 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، زيدي لهم رشة ملح وزيدي لهم لافاني، وهنا راح نديرو كاس سكر. راح ندربها مليح بالفوي بهذه الطريقه حتى يتجانس هذاك ويذوب هذاك السكر ويتخلط مع هذيك البيض. بعد هنايا زدت كاس وربع زيت وخلطتهم بهذه الطريقه. بعد راح نزيدو المايزين. هنايا زدت الفارينه، ومن بعد راح نزيد المايزينا، درت 2 معارف. وهنايا زدت 2 باكي تاع خميره الحلويات، انا ماهيش تبان في الصوره، زدت 2 باكي وخلطتهم مليح. نقسم هذا العجين تاعنا، راح نقسمه. راح ندير نص ندير فيه 2 ملاعق كاكاو ونص نلمو بالفارينه بشكل عادي بهذا الطريقه. درت الكاس الاول تاع الفارينه وبديت نلم حتى نتحصل على عجينه ما تكون طريه ما تكون تاني شاده روحها بزاف. راح نوريكم القوام تاعها، راح نكملها. ومن بعد هذاك الخليط الثاني راح نزيد له 2 ملاعق كاكاو ونغربلهم، ومن بعد تانيك نلمهم بالفارينه حتى نتحصل على عجينه تانية ما تكون مطريه ما شاده روحها بزاف بهذه الطريقه. هنا نكون شعلت الفرن، لازم نشعلوه من قبل باش يحمى، باش يساعد باش يساعد الكاطو تاعنا باش يطيب. يعني هي اي نوع من الحلويات تشعلوا له الفرن من قبل. بهذه الطريقه جبت العجينه الاولى وراح نبدا نحل فيها بهذه الطريقه. هنا انا درت كيس بلاستيكي باش يعاونني في الخدمه باش ما نشفهاش بالفارينه بزاف بهذه الطريقه. وهنايا حليتها ودرتها على حساب السنيوه تاعي. هنايا السنيوه اللي تجي من الاحسن تكون 30 على 20. انا هنا درتو في بلاطو كبير راح تشوفوه دروك. جا شويه، يعني بغيتو لو كان جا شويه عالي بهذه الطريقه. تاني هاد العجينه الزوجه نحلها ونديرها على شكل العجينه الاخرى، ومن بعد راح نجيبوا العجينه هذه تاع كاكاو نديروها فوق العجينه الاخرى، وراح تشوفوا الطريقه بالتفصيل في الصوره. يعني صدقوني هاد الحلوى راح تجي بزاف شابه وتجي طريه وراح تساعدكم في الخدمه تاعها تانيك، وما راحش تغبنكم، ويعني راح كي ياكلوها راح تعجبهم، متاكده من هذا الشيء. يعني جربوها وعلى ضمانتي. كما راكي تشوفي هنايا راني نحل فيها، لازم ديريها على الحجم تاع العجينه هذه البيضاء اللي ما فيهاش الكاكاو بهذه الطريقه. هنا بهذاك الكيس البلاستيكي راح نطوي العجينه تحتانيه فوق الفوقانيه بهذه الطريقه، يعني كما راكي تشوفي. من بعد زدت طويتها مره اخرى، على الاولى طويتها على النص ومن بعد رديتها على ربع، وراح نفتحها وراح نكرر هذه العمليه 2 خطرات بهذه الطريقه. يعني راح تساعدكم في الفتح، سيرتو الا درتو هذاك الكيس بلاستيكي ما راحش تغبنكم. بعد ما طويتها للمره الاخيره كما راكي تشوفي راني نفتح فيها. كي تشوفوا هكا الشكل تاعها ما تخافيش، يعني ما راحش زعما ما راحش تخسر لك ولا راح تجي غايه. ومن بعد تكوني وجدتي بلاطو تاعك، هنايا من الاحسن ديري ورق الطهي. انا ما درتش، بصح اللي تخاف ولا تخاف تلصق لها ولا دير ورق الطهي. هنايا بهذاك البابي قلبتها في الصني وسقمتها ودرتها طيب. كانت عندي طبلتي كلها في الدار، جبتها دوبتها، درت لها مغرف زيت. الكاطو تاعي بعد ما طاب شعلت عليه من تحت، كي طاب كي طلع وشفتو حمار شعلت عليه من فوق ودرت فوقه هذيك الشوكولا. هنا من الاحسن تخلوها تبرد تماما. انا هنايا قطعتها وهي كانت الشوكولا مازال ما نشفتش مليح. من بعد زينتها درتها ناكخي، درتها من الفوق، درت لها شويه زيت ورشيته فوق هذا الشوكولا. وانتي تبغي ديري شوكولا هكا ترابيها، تبغي ديري كاوكاو، يعني تزيين يكون اختياري بهذه الطريقه. انا خليها كاع تنشف. قطعتها لخاطرش هذا الكاطو يبغي يتقطع وهو دافي، كنت تخليه يبرد راح يصعب عليك باش تقطعيه، لهذا قطعتها. وانت لك الاختيار يعني كما تحبي. هنايا بهذه الطريقه شوفوا ما غبنيش، يعني تنحى بكل سهوله. شوفوا هذاك الطبق
هي راني مكبره الحبات، جاتني كيما راكي تشوفي تقريبا 16 حبه. وانت من الاحسن تصغري الحبات، راح تقطع لك فايت 25 حبه. شوفي لي يعني الحجم تاع الحبه شحال كبير، من الاحسن تقطعيهم صغار باش يقطع لك. وهنا اللي وصلت للاخير. الا عجبتكم الوصفه ديروا لي جيم وابوني وخلوا لي تعليقات، ونلتقوا في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام، تهلاو لي في روحكم.